عمركم سمعتوا عن وليد فطين؟ أول الاختلافات اللي كانت بيني وبين بوسي كان فيلم عمر وسلوى. ده فيلم قصة حب من المفترض ان هو ما بينها وما بين كريم محمود عبد العزيز. ممكن يكون الاسم غريب عليك، بس هو ضحية في حكاية هتحيرك. بوسي واخته هم اللي قتلوه ظلم وقهر. طيب ايه اللي دخل كريم في الموضوع اصلا؟ الحقيقة ان كريم اتحط كطرف في حكاية بدأت بخلاف زوجي وانتهت بكارثة. دي بوسي في الجيم، اقول له انا عارف ان هي في الجيم. طب ما كريم في الجيم، اروح الجيم اروح الاقي كريم. لكن الحاجة الاهم واللي خلتكوا دخلتوا تتفرجوا على الفيديو ده هي اشاعة ارتباطه بدينا الشربيني. هل فعلا ممكن تكون دينا السبب في انفصال كريم عن زوجته بعد نزول خبر طلاقهم النهائي، ولا في حد تاني في الكواليس شد الخيوط وخلى الإشاعة تتحول لحقيقة؟ في الفيديو ده هنتكلم عن الجوانب اللي كريم بيحاول يخبيها، وهنحاول نفك طلاسم الحكاية اللي لحد دلوقتي محدش عارف تفاصيلها الحقيقية. كريم محمود عبد العزيز اتولد 15 يونيو 1985 وبقى واحد من أكتر النجوم اللي قدروا يثبتوا نفسهم في الساحة الفنية، لأنه موهوب بجد وعنده كاريزما تخطف القلوب، وده اللي خلاه دايما بيثير الجدل عن علاقته مع الممثلات اللي بيشتغل معاهم. المهم من وهو صغير كان بيحب التمثيل، وأول ظهور ليه كان طفل في فيلم البحر بيضحك ليه سنة 1995. والله انا عايز 50 قرش بس. لا 50 قرش ايه، ما ينفعش. ونعم بص خط. لكن الناس خدت بالها منه بجد سنة 2000 في فيلم الناظر مع علاء ولي الدين. هناك شبه جملة ظرف في محل رفع خبر مقدم. وبعدها استمر كريم في الظهور في أعمال كتير، والمشكلة اللي كانت بتقابله على طول إنه كل ما يشتغل في حاجة الناس تقول ده ابن محمود عبد العزيز أكيد بالواسطة. واستمر الحال على كده لحد سنة 2011 اتجوز من آن الرفاعي، بنت بتنتمي لعيلة معروفة وهي بنت رجل الأعمال مجدي الرفاعي. جوازها من كريم تم بعد قصة حب قوية، رغم إن الجوازة دي كانت مهددة بالفشل بسبب إن والده محمود عبد العزيز كان رافض جوازهم وشايف إنهم لسه صغيرين. لا قعدنا في حوارات كتير بقى قال له يا ابني حرام يا ابني اصبر يا ابني والدنيا مش كده الدنيا حلوه. لكن اللي خلاه يوافق ان كان بينهم قصة حب كبيرة بدأت من ايام الجامعة. كانت مراتي كانت معايا في الجامعة وفي اصدقاء مشتركين، بس تمام يعني هاي بتاع، ويمكن مفيش هاي كمان عادي، بس لحد ما اتقابلنا بصدفة بتاع، فابتدى يبقى في شرارة حب. بس في النهاية الجواز تم وحياتهم كانت هادية وبعيدة عن السوشيال ميديا، وانجبت منه 3 بنات وهم كندا سنة 2012 وخديجة سنة 2015 وحبيبة سنة 2020. وفي الجزء الثاني كانت حياته المهنية ماشية كويس جدا، وسنة جوازه منها 2012 كانت وش السعد عليه، وشارك لأول مرة في بطولة سينمائية في فيلم حصل خير مع محمد رمضان وسعد الصغير. سمعت ان سر جمال المرأة بيرجع للطبيعة. ده بالنسبة للمرأة يا رأفت، انت مال اهلك انت ومال المرأة، مع ايه الكلام اللي بتقوليه؟ وشارك كمان مع والده في مسلسل باب الخلق. نتقابل في جنة الخلد يا أبي. وبعدين بدأت تحصل شوية مشاكل هو ما كانش عامل حسابها، واللخبطة حصلت لما كريم شارك مع بوسي في أكتر من فيلم، وهم فيلم عش البلبل سنة 2013 وسنة 2014 في فيلم عمر وسلوى. سلوى انا بحبك يا سلوى. ايه ده انا بحبك والله. استني. وفيلم جوازة ميري. انا بس خايف تجرحيني يا بريء، خايف. لكن الفيلم اللي كان سبب المشكلة الكبيرة هو فيلم عمر وسلوى، بسبب انها كانت البطلة قدامه في الفيلم وكان قايم على قصة حب بينهم. واحدة زيك في جمالك في دلالك في شقاوتك في حلاوتك. فبسبب الفيلم ده حصل خلاف بين بوسي وبين جوزها السابق وليد فطين، وطلع قال كلام يفتح الجدل والنقاش. اول الاختلافات اللي كانت بيني وبين بوسي كان فيلم عمر وسلوى. ده فيلم قصة حب من المفترض ان هو ما بينها وما بين كريم محمود عبد العزيز، فطبعا كريم كان بيشوف شغله بيحاول يقرب ان هو ما يخليهاش تتكسف من الكاميرا. هي بقى بدأت تتوهم حاجات تانية ان ممكن في قصة ما بينهم، وبدأت تتغير معاه. يعني بيتهمها اتهام صريح انها بصت لكريم وبعدت عنه، وده سبب خلاف بينه وبين كريم لما اتأكد كمان انه بره التصوير الفيلم بيقابلها. دي بوسي في الجيم، اقول له انا عارف ان هي في الجيم. طب ما كريم في الجيم، اروح الجيم اروح الاقي كريم. من اول ما حصلت خلافات ما بيني وما بين استاذ احمد السبكي وكريم، وقالوا
لي انت فاهم غلط، ورحت المكتب وعملت مشاكل. وبعد اللي حصل ده المشاكل كترت بين بوسي وبين جوزها السابق، وقامت بينهم قضايا واحكام لحد ما حصلت الصدمه لما وليد فطين مات فجاه، وزوجته التانيه طلعت فجاه للنور واكدت ان المشاكل اللي حصلت دي هي اللي خلصت عليه. هي بصي وهي كمان دي الحقيقه اللي محدش يعرفها، انا مراته وانا بقول بوسي واخته هم اللي قتلوه ظلم وقهر. وفي فيلم عمر وسلوى حصلت حاجه غريبه لما صفيناز اتخانقت مع كريم وحصل بينهم مشاجره قويه علشان كانت عايزه تزود مشاهدها مع كريم في الفيلم وهو رفض. واضح ان كريم عنده كاريزما عاليه خلت بوسي تتطلق وصفيناز عايزه تتخانق عليه، لكن بعد اللي حصل ده كريم كمل في مشواره، عدى باوقات صعبه زي وفاه والده سنه 2016 ومر بنجاحات كبيره زي نجاح فيلم من اجل زيكو سنه 2021. ايه ده؟ طب هو فاقد الذاكره، انت ايه بتعمل ايه؟ بلف لحد ما عمل الفيلم اللي سبب له مشاكل في حياته الخاصة سنة 2024 في فيلم الهنا اللي أنا فيه مع دينا الشربيني. انت جاي تتخضي النهارده ولا ايه؟ الدور كان فيه تفاعل كبير بينه وبين دينا الشربيني، خصوصا انها كانت طالعه مراته في الفيلم، والفيلم كان كله على بعضه كوميدي والهزار بينهم كان زايد. الصور اللي كانت بتنزل لهم مع بعض كانت ملفتة وبتزود إشاعة ارتباطهم ببعض. الناس على السوشيال ميديا كانت ملاحظة اللي بيحصل، لكن لما الصحفية هنادي عيسى اتكلمت زادت النار عليهم لما قالت ان كريم هيتجوز دينا وان مراته طلبت الطلاق، وده أشعل السوشيال ميديا والناس هاجموا دينا الشربيني واتهموها انها خطفت رجالة. كريم التزم الصمت، لكن من تصاعدات الإشاعات حب يرد بطريقة ذكية لما ظهر مع بناته في إعلان بنك لأول مرة، ومراته نشرت صورة جمعتهم وعلقت عليها بنته أنا أحب عائلتي المميزة. لكن المفاجأة اللي حصلت إن في الساعات الأخيرة اتأكد خبر انفصالهم بشكل نهائي بعد ما الدنيا كانت هديت خلاص، لكن اللي واضح إن علاقتهم ما قدرتش إنها تصمد وسط عواصف الوسط الفني. كريم دلوقتي عنده 39 سنة ووصل لمكانة كبيرة في الوسط الفني، مكانة كتير من جيله معرفش يوصل لها. حتى السوشيال ميديا كريم ليه شعبية كبيرة فيها، عنده على التيك توك لوحده أكتر من 10 مليون متابع. انتوا متخيلين الرقم؟ ولا لما بيظهر في الإعلانات على التلفزيون بيكسر الدنيا. واحد بمكانة كريم محمود عبد العزيز ثروته بتقدر ب 150 مليون جنيه. وفي النهاية كريم محمود عبد العزيز ممكن يكون واحد من أكتر الممثلين اللي خلوا الناس يتسألوا هل هو فعلا بعيد عن المشاكل ولا في حاجة في حياته مش واضحة. طول الوقت بيتجنب الجدل، ومع كده الإشاعات دايما بتلاحقه بشكل مستمر. من أزمة دينا الشربيني لحد الحكايات عن طلاقه، كريم ما كانش راضي يرد، لكن ساب الأيام هي اللي تبين كل حاجة في وقتها المظبوط. لكن تفتكروا إن دينا الشربيني هي السبب فعلا في طلاقه من مراته؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.